نتوجه رأسا إلى سواحل الحسيمة. دلافينها لم تعد مؤنسة البحارة بعد الآن، فمهني الصيد البحري يتكبدون خسائر فادحة بسبب هجمات الدلافين الكبيرة تلتهم محصول المصطادة. لهذا السبب تراجعت غلة الصيادين بنسبة 50% في الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مما دفع البحارة للاستغاثة ولا حل يبدو في الأفق. عبد الحميد المرابط، عبد العلي عميرش. تكاثر الدلافين الكبرى المصنفة ضمن الثدييات البحرية التي تتغذى على الأسماك، تكاثرها الكبير بسواحل الحسيمة أضحى يقض مضجع البحارة بعد أن تحولت شباك مراكب الصيد هدفا سهلا للدلافين التي تهاجم الشباك ملتهمة محصول الأسماك المصطادة. محمد من أرباب مراكب الصيد الساحلة الذي طالما عاد خوي الوفاض من رحلة إبحار وبشباك ممزقة شر ممزق. الشبكة يلا صيفتها سيمانة ما جبنا لا ريال لا جوج. اليوم 500 في ديال الخياطة ما جبنا والو. دابا خلي المازوت خلي راه غير الخياطة راه كيدير 200 درهم في النهار. إلا درتي 30 عندك بحال حنا ديرنا هذه السيمانة 30 خياط تخيل 600 ألف فرنك. هذه غير ديال الخياطة، وجيب الخيط وجيب الشبكة. ما حد كاين هاد النيكروت واخا كاين الأسماك ما كتشبر والو، واخا حلقتي 1000 صندوق ما غيتشبر حتى 50 صندوق. مصائب البحارة عند خياط الشباك فوائد، فهؤلاء الذين كانوا يعدون على رؤوس الأصابع تكاثرت أعدادهم بالميناء حيث يتجاوزون حاليا 150 خياطا. ارتفع عليهم الطلب في ظل تنامي هجمات الدلافين على شباك الصيد، مهنة تدر على أصحابها 200 درهم مقابل يوم من العمل. أجزاء واسعة من الشباك نجدها ممزقة من طرف الدلافين بعد أن تزايد أعدادها بشكل كبير، وهذا ما جعل عدد الخياطين يرتفع بشكل ملحوظ. وبعدما كان عددنا لا يتجاوز 24 فردا هو الآن يتجاوز 100. وبلغة الأرقام فقد تراجعت كميات الأسماك المصطادة بالحسيمة في الشهور الأربع الأولى من هذا العام من 2,780,000 كيلوغرام إلى 2,805,000 كيلوغرام، بتراجع قدره حوالي 50%. خسائر فادحة أجبرت بعض أرباب مراكب الصيد على الرحيل من الميناء. شوفوا إلا بقات الحال هكذا راه غنمشيو للزوال. أرباب المراكب غيتخلوا على المراكب غيمشيو وحنا نبقاو ضايعين للتشرد. هذا مشكل اللي بغينا باش هذا المشكل خصو يتوضع على حد. كيكون عندنا الحوت في الشبكه هو كيهاجمنا وكيدينا الحوت وكيقطع حتى الشبكه. فلهذا كنطالبوا من الحكومه او من الوزاره الوصيه تجي تقلب علينا على شي حل في اقرب وقت ممكن. وفي ظل التزام المغرب بالاتفاقية الدولية المستوجبة لحماية الدلافين، تحاول الوزارة الوصية بتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تجريب بعض الحلول التي لم تثمر لحد الآن. تبقى هذه التجارب لم تعطي النتيجة المتوقعة منها، لا زال المهنيون يشتكون من هذه الظاهرة، بحيث أن هناك خسارات، فعلا خسارات كبيرة وكبيرة جدا. نحن نعاينها ونلمسها من قريب، نظرا لأن الشباك ثمنها يعني يناهز 80 مليون سنتيم. كلفة مرتفعة لشباك تفقد نجاعتها في صيد الأسماك كلما تم تمزيقها بضع مرات من طرف الدلافين أو النيغروث كما يسميها البحارة هنا، رغم خياطتها وإعادة ترميمها من جديد.